إخوتي وأخواني، أحييكم في حلقة جديدة من برنامج الصفاء. وأتحدث اليوم عن ملاحظات بتحصل في المسجد، بتضايق الإنسان المصلي معك في المسجد، والحركة ديما بتحصل، ديما أنا بنتبه لها في المسجد وهي بتضايقني شديد. عشان كده أنا بتمنى أوصلها لأي إنسان. مرات أنت تكون عندك الحاجة دي وأنت ما عارف، أخوك المعاك بيصلي يكون زعلان منك، متضايق منك، حابب إنه أوضح لكم الحاجة دي. إنك لو أنت من الناس اللي بيعملوها تقوم تحاول إنك تتخلى منها، لأنه هي حاجة بتأذي المصلين. أنت مرات يمكن تحس إنه ما في أي حاجة ودي شيء إنها شيء طبيعي، لكن بجد بتخلي الإنسان إنه يتضايق منك. في حاجات فعلا الرسول وصانا إنه قال إننا ما نخلي فرج، نسد الفرج بيناتنا، لكن ما بطريقة تخلي الإنسان إنه ينزعج مننا أو يتضايق مننا. طيب نجي نشوف الناس دي أي طريقة عشان أوضح لكم أكثر بتكلم عن شنو واللي بيخلي الإنسان إنه يتضايق منك زي شنو. طيب زي ما ملاحظين الآن أخونا المصلي خاتي كراعه في كراع الإنسان، أخوه المصلي الثاني، أو حتى مرات تلقاه خاتيها كده بس خاتي الأصبع الصغير. دي حركة بتضايق الإنسان. فعلا إحنا الرسول وصانا إنه نسد الفرج، لكن مش كده بالطريقة دي. مثلا كده أخذ أصبعي في كراع الزول وهو يجر تاني أنا مصير أسد الفرج، دي اسمها عصرة كراع مش صد فرج. كده ممكن كده بالطريقة دي خذ أصبعك، أيوة، يكون قريب لكراعه بالطريقة دي وخلاص. وفي بعض الناس ماشيين عكسي تماما، دير مش سد الفرج، أنا بجيب كراعي كده وهو بيزحها كده، وتاني تجيب انت وهو ماشي، ماشي وين بتطلع من المسجد ذاته بالطريقة دي بعد شوية. ده الإنسان اللي بيفرس بين الناس وشايف روحه أفضل من الناس وكده، هو بيقوم بيعمل الحاجة دي، ودي حاجة واحدة. طيب نجي نشوف الحركة الثانية هي شنو. طيب الحركة الثانية احنا عارفين لما نحن نجي نصلي ماشيين نقابل شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى. دي أول حاجة أنت خدتها، قبل ما إنك ماشي تخالط المجتمع وماشي في بيت الله وماشي، خد إنك أنت في الصلاة داير تقابل ربنا سبحانه وتعالى، لأنه أنت بتجيب قدام ربنا سبحانه وتعالى. طيب احنا الآن الواحد لو واقف مع أبوه بيكون شنو؟ دائما محزق ومدنجر راسه، فما بالك إنك أنت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. تقوم تجي بريحة دنيئة زفرة وتخلي الناس كلها الواحد يتضايق منك، يحس كأنه دارس تفرق انت واقف جنبه بيصلي. صح في ناس عندهم أعمال شاقة بيستضيفوا محل الشغل في كده، حاول الصلاة بين الأذان والإقامة في وقت بيخليك إنك ترتب روحك بصورة جيدة. أمشي روحك خليك نظيف شوية ومحزب، أمشي. أو في ناس بالذات في صلاة الفجر الواحد يكون صحى من النوم وريحة خشم زفرة ويجي يجيب جنبك، يخليك كأنك تستفرق انت. الرسول قال لولا أخشى عليكم لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة. طيب انت بس الفجر صحيت صوي فمك، النهار ما مشكلة، الواحد بيقوم بيتكلم وبيتونس، خشمه ما بيكون فيه أي رائحة. لكن الليل انت نايم فترة، مرات في ناس بينوموا 9 ساعات، في ناس بينوموا 5 ساعات، في ناس بينوموا خشمك بيكون رائحته اتغيرت. حاول
ننظم روحك ورش عليك شويه ريحه كده تكون ظريفه، وبعد ذاك امشي. يعني ما ممكن انت تكون واقف والناس كلها يعني تقعد تشكي منك وانت ما فعلا الزول ما بيقول لك، لكن دي فعلا حاجه بتضايق الناس. طيب نجي نشوف الحاجه الثالثه هي شنو اللي بتخلي الانسان يتضايق منك في الصلاه. هنتكلم نمرة 3 عن السجود. يعني تلقى الإنسان ساجد يعني بالطريقة دي كده، يعني شوف عايز لاحظ يدي داخل يد المصلي معاي كده غلط. يعني الإنسان يتفق جدا كده، ما قال لك تتلاكم، دي ما ملاكمة، دي صلاة. يدينك تكون الأصابع متواصية مع الأذنين كده بالطريقة دي، يعني كده مشكلة كده. يعني انت ما ممكن تفتح يدينك كده زي المصارع فضايقر في يمينك وفي شمالك، دي صلاة. يعني انتبهوا للحاجات دي يا اخواني. ودي الحركة الثالثة، وبكده نكون نحن خلصنا الاشياء الملاحظ عليها الثلاثة. طيب يا اخواني، بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الاشياء اللي قلتها الثلاثة اشياء بجد بجد دي بتضايق المصلين. حاول ينتبهوا عليها. لو انت عندك حاجة من الاشياء الثلاثة دي حاول يتخلص منها. وبشكر اخي وصديقي في التصوير احمد، ومعاكم اخوكم الناير السير، وبتمنى انكم تتابعوا كل الحلقات عشان تستفيدوا منها. الى القاكم في الاسبوع الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.